بيبدأ الفيلم عند محطة جين يانج في كوريا الجنوبية، وبيكون في عربية داخلة المحطة وبيوقفها كمين كده للتطهير والتعقيم. فبيسأل السواق في ايه يا عمنا، بس بالكوري طبعا. فبيقول له انه مجرد تعقيم احترازي زيادة امان يعني مش اكتر، وبيسيبه وبيمشي. بيرن تليفونه فجأة وبيسمع صوت حاجة اتخبطت، بينزل يشوفها وبيلاقيها غزالة خبطها بالغلط. وبيجي المشهد على الغزالة وهي بتصحى تاني بعد ما كانت ماتت، وبيكون شكلها غريب. المهم يا صديقي، بيجي المشهد على سوكو، هو بطلنا النهارده. هو بيكلم مراته علشان عايزة تشوف بنتهم سوان، ويعطل نفسه شوية من شغله ويفضي نفسه ويوديها بدل ما تروح لها سوان لوحدها. وبيدخل أوضة على بنته سوان وهي بتكلم أمها، ويقول لها إن أمها قالت له إنك عايزة تروحي لها. فبيقول لها إن هو مضغوط الأسبوع ده شوية وإن الأسبوع الجاي هيوديها. فبتكون زعلانة وتقول له إنها عايزة تروح لبوسان اللي هي المدينة اللي فيها أمها بكرة. فبيوافق، وبيجي تاني يوم وهم في العربية رايحين على محطة القطر، وبتكلم البنت أمها وتقول لها إن هي في الطريق مع أبوها. وبيوصلوا للمحطة وبندخل مع بعض القطر اللي شبه إطاراتنا بالظبط ده. وخلال ما أمن القطر بيتأكد إن ما تبقاش حد، بيدخل بنت كده من غير ما ياخد باله. المهم يا صديقي، بيعطي إشارة للسواق إنه يتحرك، وبيتحرك فعلا القطر. وبتكون سوان شافت حاجة كده غريبة بس مش بتعطي لها اهتمام. وبيكون في شخص ابن 60 امسك نفسك كده علشان لسه بدري، اسمه يونسو، وبيتكلم مع امن القطر الداخلي وبيقول انه شاف شخص غريب في الحمام وانه المفروض ما يكونش موجود. فبيروح امن القطر بيخبط على الحمام وبيفتح الباب، بيلاقي واحد شكله مسكين كده وقاعد في زاوية الحمام، وبيقول بصوت واطي وبيرتعش ان الجميع اموات. وبيجي المشهد على البنت اللي ركبت القطر من ورا الامن ده وهي ماشيه وشكلها مش طبيعي، وبتتخبط في جنب القطر من هنا وهنا وبتقع على الارض في الاخر. وبتكون سوان البنت الصغيره عايزه تروح الحمام، فبيكون ابوها نايم، بتكون هتخبط على الحمام كده، فبيمنعها سان جوه عشان مراته الحامل جوه. وبتشوف واحده من امن القطر البنت اللي بتتلوى على الارض دي، فبتجري علشان تطمن عليها، وهي بتبلغ كابتن القطر باللي هي شايفاه. فبيكون سوكو صحي وشاف ان بنته مش جنبه، فبيقوم عشان يدور عليها. وفجأة البنت اللي من أمن القطر دي بتحاول تطمن عليها، بتقوم البنت من وراها وشكلها مرعب كده. وبتكون سوان لقت حمام فاضي وبتدخل وبتقفل الباب عليها. لكن البنت الغريبة ديت بتكون متعلقة في البنت بتاعة الأمن وماشيين في الطرقة ومحدش فاهم في ايه، لحد ما بتقوم من عليها وبيكون بقها كله دم، فالكل بيخاف وبتبدأ تهجم على ناس تانية. والبنت بتاعة الأمن دي لحظات وبتبقى زيها وبتهاجم برضه ناس تانية، وبتعم الفوضى للمكان. وبيجري راجل الأمن وبيقول للكل يهرب، ويكون سكوه لسه بيدور على سوان بنته. وبتطلع سوان من الحمام وتلاقي الدنيا خربانة يا معلم، وكل الناس بتجري في كل حتة ومحدش فاهم حاجة، وكل اللي بيتعدي بيتحول لحاجة شبيهة للزومبي. وبيشوف ده سكوه بنفسه، وساعتها بيشوف سوان فبياخدها وبيجي. يكون لسه سانجوها مستني مراته الحامل تطلع من الحمام، ولما بتطلع بيكون قدامهم واحد بيهاجم واحدة، فبتقول له مراته ما تعمل حاجة يا جحش. بيحاول يقومه عادي كده لكنه بيحاول يعضه، فبيزق في الحمام وبيقفل عليه وبيقول لها يا روحي ممكن تهربي. وبيكون القطر كله بقى في حالة فوضى، والناس بتاكل في ناس كده والدنيا قشطة عادي. وبيشوف يون سوك الناس جاية عليهم، فبيقول لهم بسرعة اقفلوا الباب. فبيقفل سوكو الباب قبل ما سونج جيونج الست الحامل دي تدخل، وبتكون سوان عارفاها فبيفتح لها هي وجوزها ويقفلوا الباب بسرعة. ويسأل سانجوها سوكو الباب ده يقفل ازاي؟ قال له مش لازم تقفله، اعتقد ان هم ما يعرفوش يفتحوه ازاي. وفعلا ده اللي بيحصل. وبيقول سوكو انهم بيهاجموا عشان هم شايفين. فبترمي سونج جيونج ميه على الازاز وبيحط عليه ورق جرايد، فبيبطلوا هيصة عشان ما بقوش شايفينهم فعلا، وكل واحد بيطمن على اهله. فبيقول كابتن القطر انهم مش هيقفوا في المحطة الجاية بسبب الاحداث الراهنة، وانهم هيوصلوا على المحطة اللي بعدها. وبيشوف الناس في المحطة اللي هم عدوها دي بيتهاجموا من زومبي كتير. وبيحاول سوكو يكلم ام سوان لكن بيلاقي تليفونها مقفول. تيجي سوان وهي واقفة مع سانجوها ومراته الحامل، وبيتعرفوا على بعض وبتحبهم وبيحبوه. وبيكون سوكو بيكلم حد من معارفه عشان يتأكد ان المحطة اللي هيقفوا فيها اللي هي دايجون امان. يقول له انها امان وان الجيش موجود هناك، وبيدله على مدخل مختلف يمشي فيه لان رجالته هتكون مستنياه. وبيكون الراجل الغريب اللي كان في الحمام سامع المكالمة ولسه بيردد كلمة ان الجميع اموات. فلما بيوصلوا لمحطة دايجون بتكون المحطة فاضية خالص، وبيستغربوا من الهدوء ده، وبيبدأوا ينزلوا واحدة واحدة. وبيروح يونسوك على كابتن القطر وبيقول له ان المفروض يروح على بوسان حتى لو بالجرار بس، وبيقول له السواق ان ده ما ينفعش. فبيقول له بزعيق ان المدينة هنا محجوزة تحت الحجر الصحي، لكن بوسان لسه كويسة ولازم نروح هناك. فبيقول له كابتن ان هنقول لباقي الناس ونمشي. المهم بيجي المشهد وهما بيحاولوا يخرجوا من المحطة، وبياخد سوكو المسار المختلف اللي اتقالوا عليه. فبيروح وراهم راجل غريب وبيقول له انه سمع المكالمة وعرف ان دايجون محطوطة تحت الحجر الصحي. فبتقول له سوان انها تقول للباقي، وبيتعصب عليها ابوها ويقول لها ان كل واحد يهتم بنفسه. فبتعيط وبيصعب عليها نفسها، وبتقول له ان امي مشت بسبب كده.
ان انت بتهتم بنفسك وبس. فبيشوف راجل غريب حد جاي من بعيد فبيروح عليه جري، وبيكون سان جوهوا نازل مع مراته والباقيين على سلم كهربائي، وبيشوف ناس كتير من الجيش لكن كلهم بيكونوا متحولين، وبتعم الفوضى تاني للمكان، ويحاول يهرب تاني وبسرعة هو ومراته الحامل. اجري يا ست بأم بطنك دي، ويهربوا كلهم منهم تاني، واللي بيطلع يا معلم بيتعض. فجأة بيكون الراجل اللي عند سوكوهو هجم عليه، وبيبص سوكوهو وراه بيشوف الناس كتير بتجري ورا الصوان، بيجري عليها بسرعة عشان يلحقها، لكن بتلحقها سونج جيونج والحامل وجوزها، وبياخدوها معاهم وبيهربوا بسرعة. وبيكون فريق البيسبول واقف قدام الباب علشان كل الناس السليمة تدخل بسرعة ويقفلوا الباب، ويدخل الكل ويقفلوا الباب، وينزلوا كلهم ما عدا التلاتة اللي هم سان جوهوا وسوكوهو ومين يونج جو اللي هو واحد من فريق البيسبول. بيحاولوا يصدوا الباب لحد ما الكل يبقى في امان، فبيدخلوا كلهم القطر بسرعة ما عدا التلاتة اللي قلنا عليهم. وبيكون عدد الزومبي بقى كبير جدا وبيترموا فوق بعض كده تقريبا. وبيكون في 2 ستات كبار في السن اخوات، وكل واحدة فيهم بتكون في عربية مختلفة عن التانية. وبيكون الراجل الغريب ده لسه سليم، وبيدخل معاهم القطر في اخر لحظة، وبيتقفل الباب ولسه 3 منجوش سوكوهو وسان جوهوا ومين يونج جو. وبيبقى يون سوك عايز السواق يتحرك، وبتزعق جين هي علشان اصحابها اللي هم في فريق البيسبول لسه منجوش، لكن بيضربها يون سوك في الجدار وبيقول لها خلاص. لحد ما بيكلم المضيف الكابتن وبيقول له لازم نتحرك دلوقتي، بيكون الباب اللي التلاتة ماسكينه خلاص مش متحمل وهيتكسر، فبيسيبوه وبيجروا. بيبقى فريق البيسبول بيقع واحد بعد واحد، وبيتبقى منهم بس مين يونج جو، وبيطلع مع سوكوهو ويانج هو اخيرا للقطر. وبيعرف كابتن القطر ان مفيش محطات في طريقه امان الا بوسان، وبيعرف بقيه الناس اللي في القطر انه هيتجه لبوسان مباشره ومش هيقف في اي محطه تانية. وبتكون سونج جيونج وسوان البنت الصغيره بيستخبوا من الزومبي في الحمام، وبيكلم سانج هو مراته، لكن سوان هي اللي بترد وبتقول لهم وهي بتصرخ انهم واقفين قدام الحمام وانهم جوه في الحمام. وبكده بيعرف سوكوهو ان بنته مع مرات سانج هو، وبيعرف كمان مين يونج جو ان جي هي صديقته معاهم، فبيقرروا التلاتة انهم يروحوا لهم. وبيكون بينهم 4 عربيات فيهم زومبي ولازم يعدوا منهم عشان يوصلوا لهم، فبيبدأوا يجهزوا نفسهم وبيقسموا نفسهم. واول ما بيخرجوا من النفق بيبدأوا يدخلوا ويضربوا فيهم واحد بعد واحد لحد ما بيعدوا العربية الاولى، بيخشوا على العربية التانية وبيكون فيها فريق البيسبول، لكن طبعا بيكونوا متحولين. يقول له سانج هو خد جنب كده يا ابو الصحاب، وبينزل فيهم ضرب يا معلم لحد ما بيعدوا العربية دي كمان. بيعرفوا ان هما ما بيشوفوهمش في الضلمة، فبيستنوا النفق اللي جاي عشان يدخلوا في الضلمه وما يشوفوهمش ويعدوا بسهوله. فبياخد سوكوهو تليفون سانج هوا، ولما الدنيا بتضلم بيرميه بعيد وبيرن عليه، فبيروح الزومبي كله على الصوت، وبيعدوا فعلا بسهوله من العربيه دي لحد ما بيوصلوا لهم وبيفتحوا عليهم الحمام. وبتاخد سونج جيونج جوزها بالحضن، وبيطمن سوكوهو على بنته. ولما بيطلعوا من النفق بيشوفوهم الزومبي فبيتداروا في الحمام تاني بسرعه. فبيبعت مين يونج لصديقته جي هي ان هو كويس وانهم جايين لهم في الطريق. فبتقول جين هي للناس اللي معاها ان صديقها كويس وانه هيروح لها. فبيقول يون سوك بسخريه هيجوا ازاي من وسط الوحوش دي، فبيقفوا كلهم ضدها وانهم ما ينفعش يدخلوا عليهم لان اكيد فيهم مصابين. فبيعدوا العربيه دي كمان من فوق كده من مكان ما بنحط الشنط، وبيحاولوا يندهوا عليهم لكن بيكونوا رافضين يدخلوهم، ويكونوا ماسكين جين هي وكاتمين نفسهم. وبيكون سانج هو ماسك الباب جامد من الزومبي، وبيتعدى سانج هو من واحد من الزومبي، وبتزعل سونج جيونج مراته الحامل قوي علشانه لانها عارفه انه كده هيتحول وهيبقى زيهم. فبيوصي سانج هو سوكوهو على مراته وبيقول له خدها وامشي، وهو بيبكي وانه هيقاومهم لوحده لحد ما يهربوا. فبيعتذر سوكوهو وبيمشي وهو بيعيط علشانه، وبياخد سونج جيونج معاه وبيمشي. وبيفضل سانج هو مقاوم الزومبي لحد ما بيقعوا كلهم فوقه من كتره، وبيقدروا اخيرا يوصلوا لهم. وبيضرب سوكوهو يون سوك ابن بيقول له ليه بصريخ كده. فبيقول يون سوك عليه مصاب وانهم لازم يخرجوا من العربيه لان فيهم مصابين، وباقي الناس عشان خايفين بيقولوا زيه بيخرجوهم للعربيه اللي بعدها. وبتروح جين هي صاحبه مين يونج معاهم للعربيه اللي بعدها، وبتروح الست الكبيره اللي في السن تفتح الباب للزومبي عشان شافت اختها وسطهم. وبيدخل الزومبي للعربيه على كل اللي فيها، وبيكونوا سامعينهم وهم بيتهاجموا. بيقعدوا شويه كده في هدوء، وبيتكلم سوكوهو مع بنته بيقول له انه هياخدها لامها مهما حصل، وبتقول ان هي كانت خايفه قوي عليه وانها عايزاه يفضل معاها على طول. وبيقف القطر فجاه وبيكون الطريق مقفول، وبيكون يون سوك ابن القرد خلع واستخبى في الحمام مع واحد من طاقم القطر. فبيقرر سوكوهو ينزلوا من العربيه ويحاولوا يشوفوا بنفسهم طريق للنجاه، وانه اتاكد ان بوسان امان. وبيجي المشهد على يوكسو ابن وهو بيزق فرد الامن اللي كان معاه في الحمام على الزومبي عشان يقدر يهرب. وبكده بيبقى عارف الزومبي ازاي يخرجوا من القطر للشارع. وبيكون فجأة جاي قطر بسرعة رهيبة على المحطة، وبتحصل حادثة جامدة بين عربيات القطر. وبيكون جين هي ومين سونج واقفين في مكان كده بيحاولوا يفتحوه. بيروح عليهم يون سوك وبيزق جين هي على الزومبي علشان يخلع هو، ويجري مين يونج عليها ويفضل واقف معاها وهو بيعيط لحد ما بتتحول وبتعضه وهو كمان بيتحول.
وبيكون الحادثة اللي حصلت خلت سوكو مغمى عليه، وبيفوق على فوت سوان وهي بتنادى عليه وهي بتعيط. وبيكون كابتن القطر بيدور على جرار قطر يكون شغال، فبياخد واحد منهم بيحاول يهرب بيه، ولما بيشوف يون سوك بيحاول يوصله لكن رجله بتتنى كده تحت وبيقع، فبيروح جري عليه علشان يساعده، لكنه بياخد الكابتن وبيزقه على الزومبي علشان ينشغلوا بيه ويخلع هو. وبيكون سوك هو فاهم من الغيبوبة اللي هو فيها، ومعاه سونج جيونج وبنته والراجل الغريب، وبيحاولوا يهربوا. بيكون الزومبي جايين عليهم لكن الراجل الغريب بيروح يرمي نفسه عليهم لحد ما تطلع سونج جيونج والبنت الصغيرة سوان. وبيكون سوك هو بيجري على الجرار وهو شايل بنته ومعاهم البنت الحامل، وتقريبا البلد كلها بقت زومبي وبتجري وراه. وبينجح انه بيطلع البنت وسونج جيونج على الجرار، وبعدين بيطلع هو كمان وراه ويمسك واحد من الزومبي في الجرار، وكل الزومبي الباقيين بيمسكوا في بعض لحد ما بيعملوا جبل زومبي ماسك في بعض، وكلهم ماسكين في الجرار. فبيضرب سوكو فيهم لحد ما بيسيبوا الجرار وبيتراكموا كلهم فوق بعض. وبيدخل بعد كده عند السواق يلاقيه هو نفسه يون سوك، وشكله اتعض وهيتحول قريب، فبيقفل عليه الباب وبيطلع، لكنه بيقدر يفتح الباب لانه لسه ما اتحولش كليا، لكنه لما بيتحول بيهاجمه ويحاول كتير يعضه، ولما بيبعد عنه بيبقى هيهاجم سوان بنته او سونج جيونج البنت الحامل، فبيروح يمسكه تاني من وشه وبيعض ايده بالفعل. فبينجح سوكو في الاخر انه بيرميه من على الجرار وياخدهم جري جوه مكان القياده، وبيعرفهم ان دي الفرامل ودي السرعه، لانه عارف انه هيتحول وهيموت في وسط انهيار سوان بنته وهي بتقول له ان هي عايزاه يفضل معاها. وبيعيط جامد وبيكون المشهد صعب، لكنه بيخرج وبيقفل عليهم الباب وسط انهيار سوان بنته، وبيعرف قد ايه ان هي بتحبه وانه كمان بيحبها، لكن للاسف كل ده اتعرف بعد فوات الاوان. وبيرمي نفسه من على القطر وهو بيسترجع ذكريات طفولته، ويوصل الجرار لطريق مقفول، وبيكون الجيش مأمن المدخل الوحيد للمدينة، وبيشوف العساكر شخصين ماشيين وبياخدوا امر بضربهم بالنار لو ما تاكدوش ان هم كويسين، لولا ان السوان غنت الاغنيه اللي ابوها كان بيحبها والجيش سمعها وهي بتغني، فبيعرف ان هم احياء وجرى عليهم واخدوهم وانقذوهم. بس كده، وكل اللي وصل هنا انتوا اجدع ناس. قولنا بقى رايكم في التعليقات، وفي الاخر كالعاده اسم الفيلم هيكون في اول تعليق، وصلوا على النبي محمد. سلام.